يسعد كل أوقاتكم جميعا. تعودتوا على كل فيديوهاتي بتكون كتابة بناء على تعليقاتكم الحلوة إنكم حابين تسمعوا فيديوهاتي تكون بتسجيل بصوتي، فاليوم حيكون أول فيديو لإلي إن شاء الله بصوتي. بتمنى تدعموني وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكوا كل جديد. اليوم إن شاء الله هعمل معكم كيكة الليمون، كيكة طيبة جدا ومنعشة، مقاديرها سهلة وخطواتها بسيطة إن شاء الله. يلا نصلي على النبي ونبدأ بالمقادير. هنحتاج 1.5 كوب سكر، طبعا بشاف الخلاط هنضيف كل المقادير مرة واحدة. هنضيف 3 بيضات، 3 باكيت فانيلا، نص كوب زيت نباتي، ربع كوب عصير ليمون، كوب لبن، بشر ليمونتين. هنخلطهم بالخلاط كويس. هنحتاج 2 كوب طحين منخول، عليهم باكيت بيكنج باودر، رشة ملح، نص معلقة صغيرة كربونة. هنحركهم مع بعض. هنصب الخليط السائل عليهم، هنحركهم ونقلبهم بخفة، وهذا القوام المطلوب. هنصب الخليط بقالب مدهون بالسمنة، هندخلها فرن حامي على نار هادية تقريبا درجة حرارة 180. هنجهز الصوص للكيكة، عبارة عن علبة قشطة، 2 معلقة كبيرة كريمة بودرة، 2 معلقة كبيرة سكر، 2 معلقة كبيرة مية متلجة، معلقة كبيرة عصير ليمون. هنقلبهم كويس مع بعض، وهذا القوام المطلوب. هنصب الصوص على الكيكة وهنزينها بشرايح الليمون وحبوب الشيا اللي هي بذور الخشخاش. صحتين وألف عافية. إن شاء الله بتعجبكم وصفاتي، إن شاء الله بتجربوها. بتمنى أشوف تعليقاتكم الحلوة إن شاء الله على الفيديو. أشوفكم على خير.